السؤال ده بقى، السؤال ده مهم جدا جدا جدا، السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان. يلا نبتدي مع بعض. السؤال ده بيقول لك بقى عندي بوينت اسمها بي سي ايكوال ماينس 2، معناها البوينت دي الاكس بسي والواي بماينس 2. البوينت الثانيه بي اوف 4 ايكوال 38، معناها 4 و38. وبعدين قال لك السلوب 8. هنعمل ايه؟ سلوب 8 هنعمل ايه بقى؟ هنعمل واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 ايكوال ام، والام هو الايه؟ السلوب. هنعمل بقى 38 ماينس ماينس 2 divided by 4 minus c اللي هو y2 minus y1. نحسبها بقى بالكالكوليتر دي طلعت كام؟ 40 over 4 minus c. معيش كالكوليتر، هنعمل شيل 8 مع ال 4، يعني دي طريقه حسابها سريعه كده، تبقى 4 minus c بتساوي 5. هنودي السي الناحيه الثانيه هتبقى 4 minus 5 يعني minus 1. ادي السي بماينس 1. خلصت المساله؟ لا، خد بالك بص، هو عامل لك اختيار ماينس 1 عشان انت تتلخبط وتختار سي ماينس 1. غلط، لا هو مش عايز كده. هو عايز بقى ايه؟ السلوب بتاع البوينت اللي هي تي اوف سي بتساوي ماينس 3 وتي اوف 5 ايكوال 51. معناها ايه؟ ان انا عندي بوينت اسمها سي وماينس 3، والبوينت الثانيه اسمها 5 و51. هنشيل السي ونحط ماينس 1 وماينس 3 و5 و51، ونطبق نفس القانون اللي هو y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1. هتبقى 51 ماينس ماينس 3، خد بالك من الساين، divided by 5 ماينس ماينس 1 equal كام؟ هتبقى بالنظر كده 54 divided 6. هتبقى الإجابة كام يا جماعة؟ سهلة قوي، مش محتاجة كالكوليتر. 54 divided 6 بكام يا شباب؟ هتبقى ب 9. يبقى الإجابة دي. سؤال لطيف جدا، لو أنت ركزت في النوع ده هتلاقيه سهل قوي. أشوفكم معايا. الأسئلة دي بتتكرر في الإيست كتير جدا، وفي الأكت كتير جدا، وفي السات ديجيتال سات. أشوفكم معايا إن شاء الله في كورسات مراجعة السات والإيست والأكت إن شاء الله شغالين فيها. عندنا مراجعة أكت قبل امتحان 24/2، وعندنا مراجعة الديجيتال سات قبل يوم 9/3، وعندنا الامتحان الإيست قبل يوم 8/3. أشوفكم معايا في مراجعات مستر أيمن فتحي. أهلا بيكم.